السلام عليكم يا دكاترة، عساكم يا رب بخير وتكونوا استفدتوا من المراجعة. فرحت قوي لما ناس بتدعي لي بتقولي ربنا يرزقك على قد تعبك وإنك ما سبتناش في المادة دي، يعني وفضلت تراجع لنا لحد آخر لحظة. والله الكلام ده بالنسبة لي من ذهب، والله العظيم ربنا يوفقكم ويجعلني دايما سبب في التيسير عليكم يا رب. طبعا هتلاقوا في تغيير في صوتي دلوقتي، يعني اللي بيسمع الفيديو هيلاقي صوتي غليظ كده، لان انا امبارح تعبت من كتر التسجيل وكان فاضل لي البرسوناليتي، فقلت لكم هنام واصحى اكمله النهارده، فصحيت زوري وجعني من تسجيلات امبارح وحاسس ان انا بلع الجبل والله. فهنكمل بقى ايه ان شاء الله. الشابتر ده بالنسبه لي من اهم الشباتر في المنهج ومليان زيادات، واحنا بقى عايزين الشرح المره دي كده يبقى شامل كل الزيادات، وهنمسك ال60 سؤال اللي عليه نحلهم باذن الله. من ضمنهم بقى الاسئله اللي اتبعتت لي على تليجرام، بقى على قناه التليجرام او على جروب الواتس او على اي حاجه. تمام. وهتلاقوا لينك قناه التليجرام والواتس ورقم موبايل التواصل معايا، اللي حابب يسال عن حاجه كله هتلاقوه في صندوق الوصف ان شاء الله. تمام. فاي اسئله اتبعتت، اي حاجات كنتوا محتاجين انها تتشرح وتتوضح، كل ده انا جمعته واشرحه لك دلوقتي بقى. فركز معايا، الشابتر ده مهم وبيحبوا يسالوا فيه كتير. شابتر البيرسوناليتي. يعني ايه الشخصيه او البيرسوناليتي؟ ده انطباع سائد ودائم الشخص بيسيبه لينا لما بنتعامل معاه ويتعامل معانا، عباره عن هابتس، العادات بتاعته والافكار والاتيتيود، المواقف وتعبيرات وشه وفلسفته في الحياه. تمام. قال لك انا عندي في حاجتين، يا اما التايب ثيوري يا اما التريت ثيوري. التايب دي بتكون كواليتيتيف، يعني حاجه كيفيه او نوعيه، اما التريت دي بتكون كوانتيتيف، يعني حاجه كميه ملموسه اقدر اعدها، زي مثلا اكستروفيرجن، انتروفيرجن ودايمنشن. تمام. بس الجزء ده ما بيجيش على اسئله كتير يعني. الكلام المهم بقى من اول هنا، الاستراكشر بتاع بيرسوناليتي، تركيب الشخصيه واللي هي مراحل التطور. طبعا العالم اللي قال الكلام ده كان اسمه ايه؟ فرويد. عالم شهير في علم النفس، عمل نظريات وحاجات كتير جدا، لو حابين تقروا عنه للي مهتم بعلم النفس يعني. تمام. طيب. structure of personality، انا عندي ثلاث حاجات: الاي دي والايجو والسوبر ايجو. الاي دي ده منذ لحظه الولاده، وليه اسم تاني اللي هو الايه؟ البريميتيف بيولوجيكال امبulse. البريميتيف بيولوجيكال امبulse ده لو حصل فيه مشكله بيعمل نوعين من الشخصيات: شخصيه انتي سوشيال ضد المجتمع، وشخصيه سايكوباتيك. تمام. يبقى ده لحظه الولاده. طيب ده مسؤول عن ايه؟ الاي دي مسؤول عن البليجر، تلبيه الرغبات. طب الايجو، الايجو ده بتاع الرياليتي، بتاع الواقع، سن سنه. تمام. ده اللي بيظبط الدنيا ما بينك وما بين البيئه الخارجيه، عشان هتقابلنا سؤال عليها. طب الايجو ده لو حصل فيه مشاكل او لو بقى قوي بزياده بيعمل الانتجريتد بيرسوناليتي. الانتجريتد يبقى دي الانتي سوشيال والسايكوباثيك، ودي الانتجريتد. طب السوبر ايجو بقى، السوبر ايجو ده بيبقى خلاص وانت كبير شويه من 3 ل 5 سنين. تمام. وده اللي بنسميه السبريسور، المثبط اللي بيهدي الدنيا، او المشرف بنسميه حتى سوبر فايزر. تمام. وقال لك اهو السوبر ايجو فين؟ لو زاد عن حده بيعمل الشخصيه الوسواسيه. مواصفات الشخصيه الوسواسيه اللي هي دايما قلقانه وغير سعيده، وبتكون شخصيه صلبه كده. هناخد الشخصيات دي من ضمن الزيادات، هناخدها ان شاء الله. بس اعرف لي بس الايه، الكم معلومه دول. يبقى ده بيعمل اللي هو الايه؟ الاوبسيجن، الشخصيه الوسواسيه. يلا نبدا بقى. الاي دي قلنا ده بيكون موجود منذ لحظه الولاده، وده اللي مسؤول عن البليجر. تمام. ايه تاني بيجي مهم؟ الانتي سوشيال بيرسوناليتي، الشخصيه اللي ضد المجتمع، الانانيه، الغير مسؤوله، الكلام ده. تمام. والاسم التاني بتاعه اللي هو البريميتيف بيولوجيكال، وبيعمل برضه مشكله كمان اللي هو الايه؟ السايكوباثيك بيرسوناليتي. والاكتنج رول بتاعه هو البليجر برنسبل، مبدا تحقيق الرغبات. الاي دي ده يا جماعه
ده مسؤول عن البليجر، تمام، موجود منذ لحظه الولاده، اللي هو ايه، كل طفل عند مثلا من اول ولادته بيحب ان هو يلبي الرغبات بتاعته. حلو، تمام. ويشبع الايه الغرائز وكده. المشكله بقى ده لو الموضوع ده زاد عن حده، الشخص ده هيبقى اناني، همه ان رغباته بس هي اللي تلبى، تمام، وهيكون شخص غير مسؤول. وطالما كل حاجه بيحب يلبيها لنفسه وكل حاجه موجوده، فعنده عربيات وفلوس وموبايلات وغني، يبقى ليه يشتغل ويتعب في الحياه؟ فده اللي هو بتاع تلبيه الرغبات. الكام نقطه اللي انا علمت عليهم دول هم اللي بيجوا في الاسئله، ان هو منذ لحظه الولاده، ومسؤول عن البليجر، وبيعمل نوعين من الشخصيات، اللي هو الانتي سوشيال والسايكوباثيك، والاسم الثاني ليه اللي هو البريمتيف بايولوجيكال، والاكتنج رول بتاعه، تمام، الاكتنج رول هو ايه؟ البليجر برنسبل. ماشي. وقال لك ان الطفل في مرحله الانفانسي، الطفل في مرحله الانفانسي بيتبع حاجه اسمها برضو البليجر. ده برضو ايه؟ سؤال هيجي برضو هيقابلنا. خلاص خلصنا من دي. الايجو بقى، الايجو ده بتاع الواقع عند سن سنه، ده بتاع الرياليتي بتاع الواقع، ده بقى اللي بيستبلش بيظبط لك العلاقه ما بين العالم الخارجي، بيربط لك الدنيا بالعالم الواقعي اللي بره. ده هتيجي نقطه ام سي كيو، تمام. طيب، قال لك هدفه ايه؟ ان هو يتاكد ان الغرائز ستشبع وتلبى، ولكن في الوقت المناسب والمكان المناسب. بقول لك من غير الايجو، دخول الحمام في الوقت المناسب والمكان المناسب هيبقى صعب، لان الايجو ده بيعلمني ادخل الحمام في الوقت المناسب والمكان المناسب، لكن بدونه هعمل حمام على نفسي في اي مكان. لو الايجو قوي بيديك مرونه تتعامل مع ضغوطات الحياه، ولو ضعيف يبقى ما فيش مرونه مع التعامل، وبيعمل لك نوع شخصيه اللي هو الايه؟ الانتجريتد، اللي بعلم عليه ده ولا هيجي ام سي كيو. السوبر ايجو بقى ده بتاع الاخلاق العليا والمثل، الموراليتي، من سن 3 سنين ل5 سنين، تمام. ده بيهتم بالاخلاق والصفات والحاجات دي، ده بنسميه المشرف، السوبرفايزر. وبنسميه الريبريسنج بارت، الجزء المثبط لمين؟ للايجو. ماشي. آه قال لك ده لو حصل فيه مشاكل بيعمل شخصيه ايه؟ وسواسيه، تمام. بعد كده قسم لك العقل، العقل واعي وعقل ما قبل الواعي وعقل لا واعي. صراحة ما شفتش عليها أسئلة فمش مهمة يعني، تمام. بس العقل اللاواعي ده اللي بيخبي جواه الذكريات السيئة والأحلام الوحشة اللي أنا مش عاوزها تكون في الوعي وأفضل فاكرها وتزعلني. ده ملخص الكلام هنا يعني. هنا بقى نيجي لأهم نقط في الشابتر بقى، مراحل تطور الشخصية. بص، اعرف لي إن مرحلة الأورال والإينال، الاورال ده من 0 ل1، الانال من سن 1 ل3 سنين، الاتنين دول بنسموهم الانفانسي، تمام. اما اعرف لي الفالك دي اللي هي التشايلد هود، مرحله الايه؟ الطفوله، تمام. بيكون فيها الاوديباس والالكترا، وهتزود معاها اللي هي الايه؟ الكاستريشن. كل ده هتعرفوه بقى دلوقتي واحنا بنوضحه. الجزء ده مليان اسئله، بيجي عليه اسئله كتير قوي. قال لك بقى هنا الاورال ستيج، مرحله الفم. الطفل بيحب يحط حاجات كتير في بقه زي الرضاعه، ويحط اشياء كتير. المشكله ان لو حصل له فيكسيشن في المرحله دي، يعني المرحله دي بتنتهي عند سن سنه، لو فضلت موجوده لحد سن 10 سنين 15 سنه، تلاقيه بياكل كتير، بيحط سجاير في بقه، بيعضعض ضوافره، تمام، بيقرقضهم يعني. والطفل ده في الفتره دي بيكون متاثر بوالدته. وقال لك بيتبع في المرحله دي مين؟ البليجر برنسبل. كل دي بتيجي ايه؟ بتيجي اسئله. و لو الموضوع ده فضل معاه مده طويله بيعمل حاجه شخصيه، نوع شخصيه بنسميه الاورال بيرسوناليتي. يبقى دي نقط كلها هتيجي ام سي كيو. طيب تمام. الانال، الانال ده بيتحكم في الاسفنكتر، اللي هو يدخل الحمام ولا يعملها على نفسه، تمام. الفيسز يعني البراز. وبيكون عنده اكسسيف نيتنس وميسنس، اللي هو يا اما مرتب بزياده يا اما فوضوي بزياده. ومين يعني بيكون شخص خبيث وغير مرتب وقاسي، شويه مواصفات كده يعني. بقول لك ايه؟
ان انت لازم تصبر شويه على الطفل ده، لان الاباء لو جم يعلموه الادب ويربوه بدري شويه عن المرحله دي هيقهروه، هيخلوا عنده شخصيه مقهوره قهريه اللي هي الكومبالسيف بيرسوناليتي، ودي بتيجي ام سي كيو طبعا. تمام، يبقى دي الايه النقط اللي هتيجي هنا. الفلك بقى مرحله الايه، اكتشاف الاعضاء التناسليه اللي هي من سن 3 ل5 سنين، اللي بنسميها مرحله الطفوله تشايلد هود. قال لك دي بقى بتكون فيها ايه، كل طفل او الاطفال بيبقى عندهم فضول ان هم يعرفوا هو واد ولا بنت، ويبدا يتفحص اعضائه كده. تمام. وبقول لك ان الايروتيك فيلينج بيكون تجاه الجنس الاخر، يعني كل واحد بيغير على الجنس الاخر. بمعنى ايه، انا عندي حاجه اسمها الاوديبس وعندي حاجه اسمها الالكترا، الاثنين بنسموهم كاستريشن. الاوديبس ده ان الولد يغير من ابوه علشان الولد عاوز يتملك مامته، يعني الواد بيغير على امه من ابوه. اما الالكترا البنت بتغير على باباها. تمام، وبتغير من مامتها على باباها. يبقى الاودوبس بحرف الاو، يبقى افتكرها بكلمه بوي، حرف الاو مع الاو. الواد بيغير على مامته من باباه. اما الكترا جيرل، حرف الار اهو. تمام، البنت بتغير على باباها من مامتها. والمرحله دي بتساعد على الايدنتيفيكيشن. يبقى كل الحاجات اللي انا علمتها دي بتيجي ام سي كيو. مرحله الليتنسي اللي هي من سن 5 سنين لحد 12 سنه، من 5 ل 12 او حتى من 6 ل 12 عادي، مش هتفرق. المهم ان هي بدايه دخول المدرسه، يعني السكول والعلاقات الاجتماعيه. تمام، المرحله دي بتكون من 6 ل 12، بنسميها مرحله المجتمع اللي هو ايه، السوشياليزيشن. تمام، برضو ده هتيجي ام سي كيو. مرحله الجينيتال بقى، قال لك دي بتكون مهتمه بالايه، بنسميها الهومو سيكشوال بيريود، او فتره المراهقه اللي هي الادوليسنت، من سن 12 سنه لحد 18 سنه. قال لك ايه بقى، بص 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 بص، الطفل يختار اصدقاء من نفس الجنس لكن يعمل علاقه جنسيه مع الجنس الاخر. يعني انا اختار اصاحب ولد لكن اعمل علاقه مع بنت. يبقى هو ايه، دي بنسميها مرحله الهوموسيكشوال او فتره المراهقه اللي هو الادوليسنت، من سن 12 ل 18 سنه. لو حصل مشاكل في الموضوع ده بيأثر على شخصيه الفرد، بيعمل بيرسوناليتي ديس اوردر. دي برضو هتيجي ام سي كيو. تمام. طب تمام. مرحله بقى الادلتهود انه يتجوز ويكون اسره. شكرا. بعد كده ازاي اقيس الشخصيه، بصراحه ما شفتش عليها اسئله كتير. قال لك علشان اقيس الشخصيه في الطريقه الكلاسيكال الكلاسيكيه الاساسيه اللي بنستخدمها في الميديكال فيلد، في الميديكال براكتس المجال الطبي، اللي هو الانترفيو، اعمل مقابله عمل. وفي الكيس ستادي دراسه الحاله في فتره طفولته او في فتره رضاعته وطفولته ومراهقته ونضوجه، ادرس حالاته في كل المراحل دي. او جلسه العلاج النفسي اللي هو الفري اسوشيشن والدريم انتربريتيشن، حضرتك بتسترخي بدنيا ونفسيا وبتقول ما يدور في ذهنك، والثيرابيست المعالج يفهم ما وراء الكلام. الاوبجكتيف ده اللي هو الكويستشنير. تمام، كان واحد عمل اسمه الماينيسوتا مالتيفيزيك بيرسوناليتي انفنتوري، 100 سؤال وتجاوب صح وغلط، استفتاء راي كده وتجاوب ونشوف شخصيتك. وبعد كده البروجكتيف الاسقاط، الرورشخ كانوا 10 صور والثيماتيك كانوا 20 صوره. تمام. في بقى جزء زيادات عاوز اقوله لكم، ده اول جزء زيادات جه عليه اسئله. ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الديفلوبمنت، العوامل اللي بتاثر على نمو شخصيتك وتطورها؟ في حاجات بيولوجيه وحاجات جيوغرافيه وحاجات اجتماعيه. حاجات بيولوجيه مثلا اتعرضت لمواد كيميائيه وانت صغير وانت جنين، او الهرمونات والغدد كانت عامله ازاي، او الصحه بتاعتك عموما. طب الجغرافيا والمواقع، قال لك تقريبا كان في مثال في المحاضره عن ايطاليا وانجلترا، اللي متربي هنا غير اللي متربي هنا وهكذا. طب السوشيال، قال لك بيرس اوردر، ترتيبك وسط اخواتك. اكيد لو انت اكبر اخواتك شايل المسؤوليه، ولو انت اصغر اخواتك اخر العنقود بتكون انت المدلع. فده برضو بيختلف حسب تطور شخصيتك وترتيبك وسط اخواتك. مواصفات الشخصيه الناجحه، ايموشنال ادجستمنت، بيعرف يهندل مشاعره، و مالتيبل انترست،
بيكون عنده اهتمام متعدد في الحياة وبيخطط لحياته وبيكتسب الأخلاقيات والمبادئ والقيم. عشان بس دول جه عليهم أسئلة. يبقى ده بالنسبة لي أول جزء إيه؟ أول جزء زيادات. تاني جزء زيادات بقى اللي هو إيه؟ جزء الشخصيات ده. كان في دكتورة جزاها الله خير بعتت الصورة دي، فخلينا نوضحها كده. بصوا بقى، صلوا على النبي كده عشان ده جزء زيادات وبيجي على أسئلة. أنا عندي أنواع من الشخصيات. الشخصية القلقة اللي هي الانكشوس، قال لك ده بيكون عنده قلة ثقة في نفسه، lack of confidence، وجلومي، متشائم، وبيقلق كتير. يبقى دي واحدة. الاوبسيسيف بيرسوناليتي، الشخصية الوسواسية، بيكون صلب وايدياليستيك، يعني مثالي جدا، ماشي، وبيكون منظم جدا وعنده ضمير، تمام، وتلاقيه بيسعى للبرفكشن، اللي هو بيدعي المثالية، او مش بيدعي، هو بيعمل وسواس، موسوس بقى، بيحب يعمل كل حاجة مظبوطة. طب تمام. الشخصيه الشيزويد، اللي هي الشيزوديه الفصاميه، كل الحاجات دي هتاخدوها في سنه رابعه في البطنه. يعني انا لما كنت في البطنه في سنه رابعه شفنا الامراض النفسيه دي، الحاجات دي امراض نفسيه في سنه رابعه. يعني حاسس ان هي لا تمت للبيهيفير بصله، بس ادينا بنقولها يعني يمكن يجي عليها اسئله. الشخصيه الفصاميه ده بيكون خجول وحساس وانطوائي وبارد المشاعر، تمام. الشخصيه الانفجاريه عنده عدم استقرار في المود، وعنده لايابيليتي، يعني ميول انه يغضب ويكون عنيف، متقلب يعني، وبيشعر بالندم دايما، تأنيب الضمير. يبقى ده الايه؟ الاكسبلوسيف، الانفجاري. الهستيري دي بقى بيكون قابل للايحاء ودراما، بيقلب كل حاجه دراما كده، وبيكون عنده اغراء، ماشي، وبيحب يظهر العورات بتاعته اللي هو الاكسبتوزيف، تمام. وايميتيشن، بيحب يلفت الانظار ويقلد اللي قدامه كده. يبقى كلمه دراما دي بتعرفنا الشخص الهستيري، اللي هو يقول لك ده عنده هستيريا. هستيري ده يعني ايه؟ بكل حاجه بيضخمها كده ويقلبها، ويقلب الترابيزه ويعيط كتير، يقلب كل حاجه دراما يعني. وبيكون عنده اللي هو الايه؟ الاكستونيزم، اللي هو بيحب يظهر عوراته، ده الهستيري. السايكويد بقى، او اللي ساعات بيسموه السايكلويد، ده شخص مزاجي، بيبقى عنده مود سوينجنج. كلمة سوينج يعني ايه؟ بيتدحرج او بيتقلب، ساعات يبقى مبسوط وساعات يبقى زعلان. يبقى ده اللي هو السايكلويد، او اللي هو ايه؟ مزاجي يعني. البارانويد ده جنون العظمة، بيضخم في ذاته جدا وبيشكر في نفسه كتير جدا، ماشي، وبيكون عنده شك، سسبيشس، وبيحب يعمل مشاكل، ترابل ميكنج. الشخصية الغير متكافئة، الان اديكويت، بيبقى عنده نقص في الإرادة وبيتعب بسرعة وبيفشل كتير في حياته. طيب الشخصية المضادة للمجتمع اللي هو السوشيوباثيك، بيكون مندفع وغير مسؤول، وتمام بيميل للعدوان، الانتي سوشيال بيهيفير، تمام. يبقى دي يا جماعة بالنسبة لإيه؟ لجزء الشخصيات، عشان هنحل عليه دلوقتي. آخر جزء زيادات عاوز أقوله اللي هو التقسيمة بقى، بنسميها البيرسوناليتي كلاستر. انا عندي كلاستر A وكلاستر B وكلاستر C. كلاستر A ده اللي هو البارانويد والشيزويد والشيزوتايبال، تمام. اما كلاستر B الانتي سوشيال والبوردر لاين، ماشي، والهيسترونيك والنركستي، الشخص النرجسي. اما سي بقى اللي هو ايه؟ الافويدنت، المتجنب، والديبندنت، الاعتمادي، والوسواسي، الاوبسيسيف. تعالى كده نقول سريعا. البارانويد ده بتاع جنون العظمه، اللي بيحب يعمل مشاكل ويشكر في نفسه. الشيزويد ده الانفصام، اللي هو الخجول بارد المشاعر وكده. والشيزوتايبال زيها. الانتي سوشيال اللي هو ضد المجتمع. بوردر لاين يعني شخصيه حدوديه كده، تمام. هيقابلنا برضو على سؤال. هيستورونيك بتاع الهستيريا. ناركاستيك اللي هو الايه؟ اللي هو الشخص النرجسي، تمام. افويدنت شخص متجنب ومنعزل. ديبندنت شخص اعتمادي. واوبسيسيف شخص ايه؟ وسواسي. بيقول لك مثلا ان البوردر لاين ده بيكون ضد المجتمع ومندفع والديسريجوليشن، مش عارف ينظم المشاعر بتاعته. يبقى ده اللي هو الايه؟ البوردر لاين، عشان هيجي على سؤال. لكن طبعا الشيزويد والبارانويد خدنا مواصفاتهم،
ماشي، بس ده اللي يلزمني من هنا، علشان هيقول لك الشيزويد ده تبع كلاستر مين، ايه ولا بي ولا سي. تمام يا جماعه، كده احنا اللهم لك الحمد بكل الزيادات بكل حاجه جاهزين ان احنا نحل. يلا بينا. قال لك بقى في الفرويد ثيوري الاودوباس ده اللي هو الولد بيغير على مامته. تمام، فدي كانت في مرحله الفلك. تمام، يبقى بي. طيب، بيقول لك الاودوباس ده بنشوفه فين؟ ان الطفل ميل تشايلد، ولد تجاه مامته، بيغير على مامته. دي الاجابه الصح يا جماعه، عشان هي في الاجابات متجاوبه في ميل تشايلد بيلد، بنت تجاه مامتها غلط. هي الاجابه الصح دي. تمام، ده بالنسبه للسؤال ده. جزء من الشخصيه بيعتبر بفر بيوازن الدنيا ما بينك وما بين العالم الخارجي. طبعا ده مين؟ ده الايجو طبعا. speech like but meaningless sound، يعني هو يبان زي الكلام ولكن هو صوت ملوش معنى. بيكون من 3 شهور لسنة عند البيبي، اللي هو صوت الإيواء اللي هو البيبي بيعمله ده، اللي هو الأمهات كلها بتحبه ده. تلاقي البيبي بيعمل أصوات كده وهو لسه بيرضع، الأصوات دي بنحبها وكده، اللي هو بنسميها البابل. طيب، الرياليتي ده اللي هو الإيجو، اللي هو الواقع. جزء من الشخصية بيعتمد على البليجر برنسبل، ده مين؟ الاي دي. طيب، مين اللي بيبحث عن perfection؟ perfection is a problem that associated مع مين؟ perfection ده اللي هو المثالية، كل حاجة بضمير وأخلاق وكده. طبعا ده بيكون مع السوبر ايجو اللي هو الموراليتي. جزء من الشخصية بيساعد الشخص انه يتكيف مع الاكسترنال رياليتي، الواقع الخارجي. تمام، بانه بيظبط الدنيا ما بين الاي دي وما بين السوبر ايجو. يبقى ده مين يا جماعة؟ يبقى ده الايجو. تمام. طيب، بيقول لك لما البوي الولد يبدأ يكون غاير من باباه، غاير على مامته، ده نسميها مين؟ ده نسميها الأوديباس. تمام. طيب، the acting rule of الاي دي البليجر، بليجر برنسبل. كل الحاجات دي واحنا بنوضح من شويه قلناها، وكنت بعلم لك عليها عشان انا عارف انها هتيجي ام سي كيو. بعد كده بقى بقول لك ايه؟ مشاكل الاودوباس ان الولد بيغير على مامته من باباه، نحلها ازاي؟ نعرف الولد على باباه، نعرفه ان باباه ده مش عدو يعني. تمام، فده هتبقى سي. طيب، البرسوناليتي اللي عندها مود سوينج، مود سوينج يعني مزاج متقلب، يبقى دي اللي هي مين؟ السايكلويد. تمام. طيب، يونج فيميل فشلت انها تتجوز الراجل اللي بتحبه، واحده ست او بنت فشلت انها تتجوز الراجل اللي بتحبه، دخلت في اكتئاب وبدات تنسى حاجات كتير جدا. في اوقات بيجاوبوه على انها الزهايمر او امنيجيا. تمام، بس انا صراحه شايف ان دي هستيريا. يعني السؤال ده انا شفته مره متجاوب هستيريا وشفته مره متجاوب الزهايمر. تمام، فخلينا نمشيها زهايمر بما انها نسيت حاجات كتير، بس الاكتئاب والكلام ده ان هي ايه مفخمه الموضوع يعني. فالسؤال ده ماشي، نعتبر كده ممكن نبقى نرجع له بعدين. بعد كده بقول لك ايه؟ راجل عنده 47 سنه بيقلق حوالين كل شيء، يعني بيقلق على كل حاجه، وجلومي متشائم وما بيقدرش يتحكم في نفسه. قلنا ده مين يا جماعه؟ ده الشخصيه القلقه الانكشس، المتشائم اللي بيقلق كتير. طيب، يونج فيميل ايموشنالي انستيبل، بنت مش مستقرة مشاعريا وبتشتكي من تقلبات المزاج والمود وبتشعر بالندم كتير. يبقى دي مين يا جماعة؟ يبقى ده الاكسبلوسيف، الشخصية المنفجرة. تمام، بتميل انها تتقلب في المزاج وترجع تندم. يبقى ده الايه؟ بتنفجر بالمشاعر كده وترجع تراجع نفسها وتندم. يبقى ده الاكسبلوسيف. طب تمام. راجل عنده 35 سنة ماشي شغال سكرتير، بيعاني من الكومبالسيف فيلينج، احساس قهري انه بيقعد يعيد الاشياء كتير بعد ما بيكون عملها،
وبيكون مرتب جدا. طبعا دي الشخصيه الوسواسيه، ده معروفه. الشخص الموسوس بيقعد يعيد الحاجات بعد ما بيكون عملها. تمام. الاوديبس ان الولد يغير على مامته بيحصل في مرحله التشايلد هود، اللي هي الفلك اللي من 3 ل 5. الطفل بيتبع مين في مرحله الانفانسي؟ طبعا بيتبع البليجر، علمنا عليها وقلتها لكم والله العظيم واحنا بنشرح. الايجو لما بيكون قوي بيعمل شخصيه مين؟ اللي هي الانتجريتد، المتكامله. تمام. لما يكون الاي دي قوي بيعمل لك حاجتين: يا شخصيه ضد المجتمع يا شخصيه مريضه نفسيا اللي هي السايكوباثيك. يبقى يا اما انتي سوشيال يا اما سايكوباثيك. ادي السايكوباثيك اهي. تمام. فرويد قال لك مرحله الادولسنس دي بنسميها ايه؟ الهوموسيكشوال. مرحله الهوموسيكشوال ان هو يصاحب من نفس الجنس لكن يعمل علاقه جنسيه مع الجنس الاخر. يعني الولد ياخد صديق ليه من نفس الجنس ويحب بنت ويعمل معاها علاقه، يبقى ده اللي هو الهوموسيكشوال، اللي هي مرحله المراهقه. تمام. اللي هي كانت من كام؟ من 12 ل 18. طيب تمام. لما البنت تحب باباها وتكون غيوره من مامتها دي بنسميه الايه؟ الالكترا. ماشي. فرويد اقترح ان تركيب البرسوناليتي بيكون الاي دي والايجو والسوبر ايجو يبقى كله. تمام. الاسم الثاني للبريميتيف بيولوجيكال امبلس ده يعتبر مين؟ الاي دي. قلتها لك انا في الاول. تمام. ذا اكتنج رول اوف الاي دي مين؟ البليجر. كل الحاجات دي والله وضحتها واحنا بنشرح، فمش عاوز كل شويه ارجع للشرح واقول لك ايه فاكر اهي لما قلتها لك واوريها لك وكده. طيب لما الاي دي بيبقى قوي بيعمل شخصيه ايه؟ قلنا يا اما سايكوباثيك يا اما ايه؟ يا اما انتي سوشيال. ادي السايكوباثيك اهي. جزء من الشخصيه بينظم العلاقه اللي ما بينك وما بين العالم الخارجي، يبقى ده مين؟ يبقى الايجو. تمام. طيب الاكتنج رول اللي في الايجو بتاع الواقع الرياليتي. الجزء المثبط الانهبيتوري ده مين؟ يعتبر الملاح اللي هو المشرف اللي هو السوبر ايجو. الاكتنج رول بتاع السوبر ايجو ايه؟ ده الريبريسنج بارت، المثبط. تمام. لو السوبر ايجو قوي جدا يعمل شخصيه وسواسيه عشان بيكون عندك ضمير واخلاق في كل حاجه، فبتقعد تعيد الحاجه بعد ما بتعملها بتقعد تعيدها تاني، يبقى بتوسوس، يبقى الوسواسيه. تمام. طيب اثناء مرحله الانفانسي اللي هو من 0 ل3 سنين الشخص بينفلونس بمين؟ بتاثر بمين اكتر؟ بمامته. تمام. الاودبس بيحصل في الولاد في انهي مرحله؟ اللي هي الفاليك او التشايلد هود من 3 ل 5 او من 3 ل 6. والالكترا هي كمان. لكن ما بيحصلش مثلا في سن المدرسه ولا المراهقه ولا الطفوله ولا الرضاعه ولا كده، لا. طيب الاي دي يعتبر الاسم الثاني له اللي هو البريميتيف بيولوجيكال امبلس، يبقى دي اللي تنفع. لكن هو مش الانهبيتوري، ده السوبر ايجو. وده مش اللي بينظم مع العالم الخارجي والواقع، ده ما يعتبرش الايجو. تمام. السؤال ده مكرر. الطفل بيتبع مين في مرحله الانفانسي؟ البليجر برنسبل. مرحله الاورال لو فضلت لغايه 15 سنه، هي المفروض اول سنه من او اللي هي ايه؟ اول سنه. لو فضلت مده طويله هتخلي عنده ايه؟ اورال بيرسوناليتي. طب الانال لو فضلت مده طويله، تمام، هتعمل له مشاكل ايه؟ هتعمل له مشاكل الكومبالسيف، الشخصيه القهريه. طيب مرحله التشايلد هود بنسميها ايه؟ بنسميها الفاليك. المفروض مش الجينيتال، الجينيتال دي مرحله لوحدها. هو المفروض بس الاختيار يبقى الفاليك. تمام. بتاعه الاوديباس والالكترا وكده. او الكاستريشن ده بيحصل في مرحله مين؟ ده بتاع الاوديباس والالكترا لما خليتكم تزودوها ورايا في المذكره، يبقى الفاليك. تمام. طيب لما البنت تشعر ان هي اقل وتدني الذات وان هي ما عندهاش اعضاء زي اللي عند اخوها، يبقى هي بتغير من اخوها، يبقى جيليوس. اما لو كانت بتغير على باباها كنا اخترنا الكترا. تمام. يبقى ده جيليوس.
لما الولد يبدأ يغير من باباه ويكون عايز يمتلك مامته يبقى ده الأوديباس. والعكس لما البنت تغير على باباها يبقى ده ايه؟ الإلكترا. علشان أحل المشكلة دي، تمام، علشان أحل المشكلة دي اللي هو بتاع الإلكترا والإوديباس ده، إن البنت بتغير على باباها من مامتها، خلاص نخلي البنت تتصالح مع مامتها، والواد بيغير على مامته من باباه، نخلي الولد يتصالح ويتعرف على باباه، يبقى ايدنتيفاي البوي على الفازر والجيرل على المذر وليس العكس. طيب لما يكون عنده 6 سنين، طفل عنده 6 سنين، ده معناه ان دي مرحلة ايه؟ بصوا عشان السؤال ده متجاوب غلط. 6 سنين يعني بدأ دخول المدرسة، تمام؟ يعني السوشياليزيشن اللي هي مرحلة الليتنسي، بدأ سن المدرسة. أما التشايلد هود كانت من 3 ل5، فدي مرحلة ودي مرحلة، فما ينفعش اختار A و B. السؤال ده متجاوب ورا غلط، ماشي؟ فرويد سمى مرحلة الأدوليسنس إيه؟ الهوموسيكشوال. لما الآباء يفشلوا إن هم يحلوا مشاكل المراهقة اللي عند ولادهم، فترة المراهقة، وما يتعاملوش معاهم مظبوط وكده، المفروض ده هيعمل ايه؟ مشاكل في شخصيتهم، بيرسوناليتي ديس اوردر. ايه المواصفات بتاعه الشخصيه الناضجه الماتيور؟ ان هو بيعرف يعمل ادجستمنت، تمام، يعني يأقلم حياته ويكون عنده اهتمامات متعدده، يبقى جميع ما سبق. ودي اللي انا النقطه السؤال اللي انا كتبته وضفته لكم زياده. طب تمام. ايه العوامل اللي بتأثر على تطور الشخصية؟ عوامل بيولوجيكال وجيوغرافيكال وسوشيال. لما قلت لك بتاع ايطاليا وانجلترا والكلام ده، يبقى جميع ما سبق، يبقى ده اجزاء زيادة بيجي عليها اسئلة اهو. نيجي بقى لل3 اسئلة دول اللي كتير منكم سألني عليهم. بصوا يا جماعة، علشان الجزء ده علم نفس وامراض نفسية هتاخدوها في سنة رابعة ان شاء الله. كلمة بيكنيك واسينيك واسليتيك. بصوا بقى، بيكنيك ده بيبقى شخص تخين كده وعنده دهون كتيره بشكل دائري في جسمه. ده بتيجي مع الامراض اللي عنده اكتئاب، بنسميه المانيا ديبريسيف سايكوزس. مرض نفسي بيبقى عنده اكتئاب وعنده نوبات من انه بيخف ويرجع يكتئب. هم وجدوا انه بيكون عنده بيكنيك اللي هو تخين كده، اللي مكتئب بياكل كتير مثلا او كده، تمام. اهو الاثينيك ده بيبقى شخص طويل وصدره ضيق، تمام، وبيكون اكتر بيجي مع حالات انفصام الشخصيه. هم وجدوا الموضوع ده وانا شفت حاله انفصام شخصيه بنفسي قدام عينيا، تمام. اما الاسليتيك اللي هو الرياضي، ده بيكون مع الشخص اللي هو عنده جنون عظمه وبيحب اللي يبقى مهايبر كده ويلعب كتير، يبقى اللي هو الايه؟ البارانويد. بس خلصنا من ال3 اسئله دول، تمام. طيب يلا نكمل. الشخصيه اللي بيكون عندها ضعف في الاراده وبتتعب بسرعه وبتفشل كتير في حياتها، يبقى دي الغير متكافئه، يبقى الان اديكويت، تمام. الشخصيه اللي بيبقى عندها قله ثقه في النفس وجلومي، يعني متشائمه وقلقانه دايما، يبقى دي مين؟ الانكشس. الشخصيه اللي بيكون صلبه وايدياليستيك، مثاليه ومنظمه جدا وعندها ضمير، الوسواس الاوبسيسيف. الشخصيه اللي بيكون خجوله وحساسه ومشاعرها بارده، دي الانفصاميه، الشيزويد. كل ده راجعناه. الشخصيه اللي بيكون عندها عدم استقرار في المشاعر وبتميل ان هي تبقى عنيفه وبعد كده بترجع تلوم نفسها، يبقى ده الاكسبلوسيف، المنفجره. طيب الشخصيه اللي بيكون عندها دراما، بتقلب كل حاجه لدراما، الشخصيه الهستيريه، تمام، اللي عندها مود سوينج، تأرجح في المزاج ومتقلبه المزاج، يبقى دي السايكلويد. الشخصية اللي بيكون حساسة وعندها شك وبتحب تعمل مشاكل كتير، يبقى ده مين؟ بتاعت جنون العظمة وبيشكر في نفسه كتير. اللي بيكون عنده اندفاع وعدم مسؤولية، ماشي، وبيكون عنده سلوك عدواني، يبقى ده الشخصية اللي هي ضد المجتمع، اللي هي السوشيوباثيك، تمام. سؤال 48 ده بقى عليه خلاف صراحة. ليه بقى؟ أنا شايف إن ولا إجابة تنفع. بقول لك إيه؟ الشخصية اللي بيكون عنده قلة ثقة في النفس، قلة ثقة في النفس دي بقى اللي هي الشخصية الأنكشس، تمام، وبيقلق كتير. مفيش ولا إجابة تدل على ده. يعني الريجيد والكيرفول ده، دي اللي هي الوسواسية.
اوفر كونساينس اللي هو عنده ضمير بزياده، سيدكتيف يعني اغراء، واكسسيف نيت وتايدي مرتب جدا ونظيف جدا. تمام. فانا شايف ان ولا اجابه تنفع هنا بصراحه، المفروض تكون انكشس. لما البيشنت يدي انتباه لكل حاجه بتعدي قدامه، يعني مشتت بمعنى اصح، يعني شخص قلقان انكشس. تمام. لما يكون ريجيديتي وايدياليستيك ومنظم جدا، يبقى دي الوسواسيه. تمام. طيب، واحد راجل عنده 27 سنه، سنسيتيف ومعتقد ان كل الناس ضده، وشايف نفسه احسن من الناس التانية، يبقى ده مين؟ يبقى ده جنون العظمه، بيشكر في نفسه. طيب، مين البرايمري كاركترستيك لمرحله الادوليسنس، مرحله المراهقه في فرويد؟ هل دي بتاعت السوبر ايجو؟ لا. هل ده بتاع انترست ان ذا سيم سكس وبوتنشال اوف الهوموسيكشوال؟ هي دي. تمام. طيب، مين في دولت ما يعتبرش بيولوجيكال فاكتور بيأثر على تطور الشخصيه؟ احنا عندنا الحاجات البيولوجي، انا مش فاكر زودتها لكم فين، زودتها لكم في الكتاب نفسه. البيولوجي وجيوغرافي وسوشيال اللي هو البيرس اوردر. تمام. فهو بيقول لك اهو مين ما يعتبرش بيولوجي، الهرمونات والغدد والجينات كل ده بيولوجي، يبقى الوحيده اللي ما تنفعش هنا البيرس اوردر لان دي سوشيال. طيب، هاو ماي جيوغرافيكال لوكيشن بيأثر على تطور الشخصيه، ازاي الموقع الجغرافي بيأثر على تطور الشخصيه؟ اللي هو المثال بتاع ايطاليا وانجلترا، يبقى اللي هو الايطاليان بيكون الدنيا عندهم دافيه مثلا، اما انجلاند بيكون ايه، عندهم المشاعر اكتر يعني، او الانجليش الانجليز، يبقى سي. تمام. كرايتيريا بتاعت البوردر لاين، الشخصيه الحدوديه اللي هي البوردر لاين دي بتكون ايه؟ مندفع وعنده عدم انتظام في مشاعره، قلناها احنا دي هنا اهو. البوردر لاين كان امبالسيفيتي مندفع وعنده ايموشنال ديسريجوليشن. طب تمام. كلاستر A، مين في دولت يعتبر كلاستر A؟ كلاستر A كان بارانويد وشيزويد وشيزوتايبل، يبقى فين شيزويد اهي تنفع. تمام. مين في دولت يعتبر سوشيال فاكتور بيأثر على تطور الشخصية؟ سوشيال فاكتور اللي هو البيرس اوردر، ترتيبه وسط اخواته. تمام يا جماعه. يبقى اللهم لك الحمد، حلينا على اهم شابتر بالنسبه لي، البيرسوناليتي، شامل بقى كل الزيادات بكل حاجه بقى. اتحداكم ان شاء الله يكون فاتنا حاجه. تمام. ربنا يوفقكم يا رب. كده بقى لنا ملف العملي، ننزل الكيسز نحلها، ولو قدرنا نحل امتحانات السنين اللي فاتت. ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.